في الفيديو ده عندنا قصة جميلة وحكاية ملهمة لكل الناس اللي محتاجة تغيير حقيقي. قصة جميلة بحب أحكيها حتى لكل الحالات اللي بتجيلي في العيادة. أبانو شاب جميل عمل إنجاز تاريخي وطلع من وزن 42 بمشاكلها لل 55 حاليا، ما عندناش مشاكل في أي حاجة. أبانو هيحكي لنا القصة والتغيير الحقيقي اللي هتشوفوه هيكون من قلبه وهيكون من عقله وهيكون باين عليه في كل حاجة، وهيورينا التجربة بتاعته كانت عاملة إزاي. وهكمل لكم بقية الحكاية بعد ما نسمع أبانو. عامل إيه؟ الحمد لله. احكي لي. أنا كنت رايح هناك من شهر 3 تمام. 3 بالظبط، كويس. 42 كيلو. تمام. الصراحة كنت مأجل خطوة إن أنا أجيلك دي فترة كبيرة جدا. تمام. بعد كده يعني اكتشفت إن أنا ندمت إن أنا ما كنتش باجيلك من زمان. تمام. أنا كنت رايح هناك 42 كيلو. كان عندك مشاكل في كان عندي الوقت ده؟ مشاكل كتير أوي في ارتداع مريء، مفيش طاقة، عسر هضم. كنت على طول عصبي، بيجيلي حالات اكتئاب كتير، تمام. مش بقدر آكل طاقتي خالص. كويس. ماشي. على طول ما بشربش مية. تمام. حضرتك ساعدتني في إن أنت غيرت المفهوم جوه دماغي إزاي أقدر أغير ده. كويس. حلو دي أوي. كانت أكتر حاجة غيرت فيا، إن حضرتك اشتغلت على التفكير أكتر ما اشتغلت على العلاج. كويس، اللهم بارك. دي أكتر حاجة بصراحة أنا بحبها مع حضرتك، إن حضرتك ساعدتني إن أنا إزاي أغير طريقة تفكيري، كويس، الحمد وإزاي لله. أبدأ أكون إيجابي، وإزاي إن أنا أقدر أعيش حياة كويسة. طيب الحمد لله. التحسن حاليا بقى، الدوخة راحت، الدوخة راحت، الصداع قل، الصداع قل، تركيز أحسن، التركيز بقى أحسن بكتير، الأكل. والوجبات بقت ملتزمة كويس. وعددها كويس. كويس، اللهم بارك. الحالة المزاجية، حسيت بكتير جدا. الثقة، 10/10. الحصاوي اللي علقت لي عليها قبل كده راحت. راحت لما شربت مية كتير. كويس، اللهم بارك. شعرك، وشك، بشرتك. كل دوت يعني الناس بقت تلاحظ دوت على وشي وعلى جسمي إن في تغيير 100%. بشكرك على ده وهرجع لك تاني هقول حاجة. بنوب في كلمة سر بينا جميلة، إن كان بيقول لي حضرتك وصلت للشخصية دي إزاي. كان عنده فضول، أنا قلت الجملة دي وحصل بينا، فاكر؟ كان عنده فضول يعرف أنا شغال على ده إزاي. كان عنده فضول إن هو حاططني قدوة له في اتجاه معين. لما هو قال لي كده أنا بقيت أشتغل على نفسي أنا كمان عشان أتطور، عشان هو يفضل شايفني بتطور ويفضل هو كمان يتطور. حصل بينا حكاية جميلة وقلت له على فكرة كتاب اسمه فن القيادة والسيطرة. صمم ان هو يجيبه اول ما سمع الفكره ودور عليه وما كانش لاقيه، والحمد لله انا ساعدته في انه يبقى موجود معاه الكتاب. كنت اول مره في حياتي اعمل كده. لما عملت كده بقى عندي فضول انا كمان اشتغل على نفسي اكتر في ان اقرا كتب كتير وروايات كتير عشان تساعده على التغيير. الحصاد زي ما انتم شايفين بقى يحب يجي لي اخر حد في العياده عشان نقعد مع بعض براحتنا. ما بقيناش ندردش في الدواء خلاص، بقينا نتكلم في المايند سيت وازاي اطور من نفسي وازاي اكسب اكتر وازاي انجح اكتر وازاي احافظ على الانجاز اكتر. النهارده سالني سؤال حلو قوي، قال لي الخطوه الجايه البلان بتاعتنا هتكون عباره عن ايه. فكنت بناقشه ان احنا خلصنا بلان ايه وعالجنا انيميا وديدان وعسر هضم وقولون وميكروب حلزوني، عالجنا نقص فيتامين د ونقص كالسيوم ومغنيسيوم وزنك وبوتاسيوم واوميجا 3، اتعلمنا سلوك حياه صح وبقينا ناكل اكل صح وبطلنا العادات الغلط وبقينا نشرب ميه كتير، نفسيتنا بقت احسن، مزاجنا بقى احسن، عندنا باور اكتر. النهارده كنت بكلمه في الفيتامينات الصغيره بس المسؤوله عن الوش والشعر والبشره والعظم والضوافر والسنان، رسمة ومقاسات الجسم والفورمة، الطريقة اللي بنقعد بيها، الطريقة اللي بنبتسم بيها، الطريقة اللي بنضحك بيها. الخطوة اللي بعدها هتبقى الجيم اللي فاضل عليه خطوة صغيرة. تمام. هيكمل لنا بقية الحكاية، التحسن اللي هو وصل له النهاردة، وأكتر حاجة بتخليه يحب يجي هنا هي إيه؟ قول لي أكتر حاجة مفرحاك هنا إيه؟ أكتر حاجة أنا مفرحاني إن في متابعة على طول، حضرتك بتدي 100% لكل بيشة عشان أنا لوحدي، الحمد لله. وبتساعدني على طول إن أنا أمشي في خطوات لقدام. كويس. لو في خطوة لورا بتبقى ليها هدف، كويس. مش بنرجع خطوة لورا لحاجة محسوب. برافو عليك. دي حاجة الخطوة اللي احنا فعلا. سحبنا فيها الدواء عشان ناخد بريك ننزل فيها البطن عشان كانت عالية شوية، والمية الوحشة الزيادة اللي جوه الجسم. كويس انك قلت النوت دي، هحتاج اشرحها. عملنا نوت صغيرة كده، كنا خدنا بريك في الاستشارة اللي قبل دي، نزلنا فيها كيلو من الميزان اعتقد، صح؟ كيلو، ونزلنا من الكيلو ده بدأ يقول لي بطني نزلت، كنت مرهق شوية ومجهد شوية عشان سحبنا الدواء معظمه مرة واحدة. أخدنا بريك، نزلنا البطن، نزلنا المية الزيادة اللي جوه الجسم،
ظبطنا شاسيه الجسم، فالنهارده جايين زايدين 2 كيلو بعد الكيلو اللي احنا كنا نزلناه، زدنا بيه شغف، زدنا بيه باور. وده كان قصده في جمله ان احنا بنرجع خطوه لورا تكون ايجابيه. زي ما بقول دايما، لو انا ماشي في طريق وقابلتني حفره برجع لورا خطوه عشان اعرف اعمل جامبنج او انط من فوق الحفره. انما لو فضلت بنفس خطوتي العاديه وعايز اعدي الخطوه دي مش هعرف، فلازم ارجع ورا عشان ابقى ستاند باي لخطوه اكبر بكتير. مبسوط بيك، مبسوط بنجاحك. دايما تفضل بخير ودايما تكمل على خير، وان شاء الله انجازك يفضل جميل. وهنعمل فيديو تاني بعد خطوه الجيم، وهنحتاج صوره نوريها للناس قبل ما نبدا، وقدامنا الاصلي الحقيقه. واشوفكم في فيديو جديد. نورتونا.